بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير البنات. اليوم في مطبخ النيلية جبت لكم وصفة الطمينة، طمينة الشرق الجزائري جيجل سكيكدا اللي معروفين بها الطمينة البيضاء، وراح نعطيها لكم بالمقادير المضبوطة ونعطيكم فيها رأي بكل صراحة. بلا ما نطول عليكم الفيديو نروح نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وما تنسوش البنات إعجاب للفيديو، اشتراك في القناة، واللي أول مرة تزور قناتي نقول لك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. نجيب هنايا السميد تاعي، واول ملاحظه وهي اهم ملاحظه انه السميد تاعك يكون رطب كامل، ما ديريش هذاك المتوسط وما ديريش الخشين، ديري رطب كامل. ومن الاحسن انه يكون ابيض، ما ديريش هذاك السميد اللي رايح للكحوله كما راكم تلاحظوا هنا البنات. واهم حاجه انه السميد تاعك تكوني غربلتيه من قبل باش تنحي منه كامل هذوك الشوائب. وتجيبي هنايا كسكاس وتجيبي هنايا طرشونه، ديريها بهذه الطريقه ونفرغ عليها هنايا 5 كيسان نتاع السميد رطب كما قلت لكم البنات. سعة الكاس 220 ملي، انا درت 5، راح نحتاجوا 4 كيسان فقط، ولكن الخامس على حساب السميد تاعك، كاين اللي يتشرب كاين اللي لا. راح نغطيه هنايا بهذه الطريقه ونخلي عليه يفور جيدا، لازم حتى يتصاعد كامل هذاك البخار باش تنحيه. هنايا كما راكم تلاحظوا بعد ما فار معنا هذاك السميد بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، ومش راح تدي معاك الوقت كامل، يعني 15 دقيقه 20 دقيقه والسميد تاعنا راه فار. هنايا نخلي السميد تاعي بجهه ونجيب هنايا اناء كما راكم تلاحظوا، راح نفرغ هنايا السميد تاعي كما راكم تلاحظوا. وكما راكم تشوفوا هنايا السميد نتاعنا دار هذوك الكويرات. نجيب هنايا سباتيل ولا ملعقه ونحاول اني نحل كامل هذوك الكويرات تاع السميد تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما فورنا السميد تاعنا يعني رانا طيبناه، هذه المرحله اللي فورناه فيها راح نتاكدوا باللي السميد تاعنا راه طيب، ما يجيش ني. كي تكوني تاكلي في الطمينه ما يجيش معاك هذاك الجو تاع السميد وهو ني بهذه العباره هكذاك. على بها قلت لكم البنات لازم نفوروا السميد تاعنا. وهنايا بعد ما حليته كما راكم تشوفوا نجيب هنايا مقله ولا كيكوطه ولا كسرونه، مهم تكون ثقيله، راح نحمص فيها السميد تاعي. هنايا هذه الكميه تاع السميد راح نقسمها على زوج، نحمص الجزء الاول ونزيد الجزء الثاني. هنايا راح نحمصوا السميد تاعنا على نار تكون متوسطه رايحه للقليله، هذه اهم حاجه. واهم حاجه انه السميد تاعك تبقاي تحركي فيه وما تخليهش حتى يدي هذاك اللون الذهبي، يعني ضروري هنايا السميد تاعك تخليه ابيض. كما نعرفوا الطمينه البيضاء لازم السميد تاعها يجي ابيض. قيس ما تشمي ريحه السميد تحمص تنحيه، لازم هنايا تحمصيها بحذر ما تخليهاش حتى تدي هذاك اللون الذهبي. هنايا بعد ما حمصته شوفوا هذا اللون اللي داه معنا. فرغت هنايا السميد تاعي في صينيه تكون الحجم تاعها كبير هكذاك باش يبرد معنا تماما هذاك السميد. يعني هنايا ضروري البنات انه السميد تاعك يبرد تماما، مش دافي ومش سخون، لازم يكون بارد. وتقدري هنايا السميد تاعك تحضريه الصباح وتخدمي الطمينه تاعك العشيه ولا تخدميه ليله من قبل. نجي هنا نحضر الخليط نتاعي. عندي هنا 250 غرام تاع زبده او مارغرين، من الاحسن تكون زبده تاع ستار. وضفت عليها هنايا علبه نتاع حلوه الترك ما يعادل نصف كاس، وهنايا نصف كاس تاع السكر ناعم. سعه الكاس 220 ملي، بنفس الكاس راح نكيل به نصف كاس نتاع عسل تحبي ديري تاع المحلات والله ديري صنع منزلي. ضفت عليه هنايا رشه تاع ملح وملعقه صغيره ممسوحه نتاع قرفه، كيما تقدري تستبدليها ملعقه صغيره نتاع الفاني. وهنايا كم ملاحظه مهمه البنات، الطمينه البيضاء الوصفه الاصليه نتاعها تتخدم بالزبده الحيوانيه، اذا كان ما عندكش ديري الزبده تاع ستار. كيما نعرفوا الزبده تاع ستار بنينه، كيما تقدري ديري مارغرين. واهم حاجه البنات انه الزبده تاعك تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما ديريهاش من الثلاجه مباشره هكذاك باش تطلع معنا الكريمه. ونجيبوا هنايا ضراب الكهربائي. والوصفه الاصليه التقليديه تاع الطمينه البيضاء يخدموا هذا الخليط في قصعه ولا جفنه وتبقاي تفركي فيه بالكف تاع اليد حتى تتحصلي على قوام يكون كريمي، او ديري كيما درت انايا وراح تعطيك نفس النتيجه. وفي هذه المرحله تقدري تضيفي نصف كاس نتاع جلجلان يكون محمص او كاوكاو يكون محمص وملح رقيق، راح تعطيها بنه من اروع ما يكون. وهنايا بعد ما ضاعف الحجم تاع الخليط نتاعنا وتغير اللون تاعو من الاصفر للابيض وجا القوام تاعو كريمي بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا، يعني لازم تطلعيه جيدا بالباتور والله بالكف تاع اليد، لازم تتحصلي على نفس النتيجه اللي راهي امامكم بهذا القوام. هنايا راح نجيب السميد تاعي اللي كان برد تماما، راني ناكد ونعاود انه يكون بارد. هنايا راح نضيف السميد تاعي بالتدريج، لازم تضيفيه بالتدريج وتبقاي تعجني فيه بهذا الشكل، يعني بالسباتيل والله باليد. هي من الاحسن انك تفركيه بالكف تاع اليد تاعك كيما نفركو السميد تاع المقروط كي نديروا له السمن. يعني هذه الطريقه راح تسهل لك العمليه وتعطيك نتيجه من اروع ما يكون. هنايا راح نستغنى على السباتيل
ونضيفوا هنايا السميد تاعنا بالتدريج ونبقى نعجن فيه. يعني حاولي انك تعركيه جيدا كما نعركوا القريبيه تاع الكاوكاو. يعني هنا كل ما تعركيه كل ما راح تطرى معاك هذاك الخليط نتاعنا وراح يزيد الكميه تاع السميد. علاه قلت لكم السميد ضيفوه بالتدريج، لانه كاين سميد اللي يتشرب كاين اللي ما يتشربش. واكيد اذا درتي السميد تاعك دفعه واحده راح تجي الطمينه تاعك ناشفه وتجي يابسه. اذا ضفتي السميد تاعك بالتدريج وتبقاي تشوفي فيه كيما هاك، اذا راه مازال طريه ولا ناقصتها سميد راح تزيدي وتتحصلي الى القوام المطلوب وتجي الطمينه تاعك ناجحه من اول مره. هنايا كما راكم تلاحظوا بعد ما تحصلنا على هذا القوام تجي طريه ومتماسكه في نفس الوقت بهذا الشكل. انا دات لي تقريبا 4 كيسان، وانتيا على حساب السميد تاعك كاين اللي يتشرب كاين اللي ما يتشربش. وهنايا راح نجيب صحن ونفرغ فيه الطمينه تاعنا. شوفوا هنا الطمينه تاعنا كيفاش راهي طريه، يعني جا القوام تاعها روعه روعه روعه، جات ما شاء الله. راح نفرغها هنايا في الصحن ونحاول اني نسويها على الصحن تاعي، يعني كيما تقدري تقدميها في الليفيرين فرديين، والله تقدري تقدميها في صحن يكون بحجم عائلي. انا حبيت اني نضيفها في صحن واحد وتجيب بحجم كبير. هنا كيما راكم تلاحظوا راني نسوي لها في السطح تاعها بظهر الملعقه، ونحاول اني نديرها شكل دائري على شكل الصحن اللي درتو فيها، ونحاول اني هنايا بظهر الملعقه نسوي لها السطح نتاعها. يعني لازم انه يجي السطح تاعها مستوي هكذاك باش كي نكونوا نزينوا فيها يجي التزيين تاعها باين. هنا جبت السكين ونحاول اني نقسم الطمينه تاعي هنايا الى مستطيلات بهذا الشكل، ونشكل هنايا مربعات، يعني ندير العكس تاع المستطيلات، نشكلوا هنايا مربعات يكونوا متساويين، يعني ما يجيش واحد كبير على واحد. وراح نزينوها بالسكين فقط، يعني نحاول اني هنايا في الحافه هذاك تاع المربع نضغط هنايا بالسكين بهذا الشكل، راح تعطينا شكل راقي ويجي ما شاء الله، يعني روعه روعه روعه. هنايا قربت لكم الصوره هكذاك باش يجيكم كامل الفيديو باين وكامل تجربوه. يعني في الحافه تاع المربع تضغطي بالسكين بهذا الشكل، طريقة سهلة ويجي الشكل تاعها جد راقي وبسيط جدا. يعني كما نعرفوا الطمينة البيضاء ما تزينش بالقرفة، جبت لكم هذا تزيين ساهل ماهل، يعني ما يدي لا وقت لا جهد، بالسكين فقط وانتي حضرتي طمينة شكل وبنة. واللي وصلت معنا حتى لهنايا نقول لك ما تنسيش تعليق ولو بنقطة أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونربحوا الأجر مع بعض. وهاهي ليكم الطمينه تاعنا في الشكل تاعها النهائي. وهنايا راح نقرب لكم الصوره وشوفوا الشكل كيفاش جا ما شاء الله البنات. وانتم اعطوني رايكم في التعليقات اذا عجبكم هذا الشكل ولا لا. وهنايا كلمسه اخيره درت هنايا حبات تاع كاوكاو كما راكم تشوفوا، يكون الحجم تاعهم صغير هكذاك باش ما يفسدناش الشكل تاعنا، ونحاول اني نغرسهم في هذاك الشكل تاعنا اللي خدمناه بهذه الطريقه. يعني تزيين بسيط جدا ما يكلف ما والو. كما تقدري ديري هذاك العقاش اللي يجي من الداخل بالكوفريط، ثاني راح يعطي شكل الطمينه تاعنا من اروع ما يكون. وهاهي ليكم الطمينه البيضاء اللي معروفه في الشرق الجزائري. انا بصراحه البنات كنت حاقره هذه الطمينه البيضاء، دائما كي نشوفها نقول تجي عجين وما تجيش طايبه مليح ويجي القوت تاعها صامت او تجي نية. ومن بعد قلت والله نسيها ونعطيكم رأيي فيها بكل صراحة. كي ذوقتها البنات تبدل رأيي فيها تماما، جات خفيفة ويجي الطعم تاعها مميز وما تجيش في هذيك الحلاوة اللي تقهم، خاصة اللي ما يحبوش الحلاوة ياسر. أكيد راح تعجبكم هذه الوصفة وما تجيش نية البنات، راني نأكد لكم على نية، ما تجيش نية، تجي طايبة وتجي ما شاء الله. ننصحكم أنكم تجربوا هذه الوصفة وتخلوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش إعجاب للفيديو وتبرتاجوه مع أصحاباتكم اللي تعم الفائدة. وهذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم إن شاء الله يكون نال إعجابكم ونال رضاكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وفي فيديو قادم إن شاء الله. سلام.